ابن الشيخ مقصود، تعال أذكرك بشغلة. تتذكر بال 2013 وقت اللي كان البي كي كي مسيطر على الشيخ مقصود، وكان النظام عند جامع الحسن، وما غرب على الشيخ مقصود ولا أي طلقة ما انطلقت على الشيخ مقصود، لأن أنتم كنتوا جماعة قسد يعني، والبي كي كي ما كان في قسد، كان في البي كي كي، كنتوا مهمين بالواجب. تذكروا وقت اللي باعوا الشيخ مقصود بيع اه لفصائل ما يسمى هذاك الوقت الجيش الحر، وهن ما كانوا جيش حر، هن كانوا شلة حرامية وعصابات وتعفيش وما تعفيش، ثوار سوريا وجماعة خالد حلياني وهالشلة القرابة. وقت اللي دخلوا وسيطروا على الشيخ مقصود وانتم موجودين، وما صار اي اشتباك بيناتكم، بالعكس، انتم كانت مقراتكم عند الجبانات، عند البنايات اللي مطلة على الجبانات. اه ودخلوا وبركوا فيها وما صار أي اشتباك، وبلشوا إيش يعملوا؟ بلشوا ينهبوا بيوت العرب وبالكراد. هي الفصائل، وأنا بعرف، أنا بعرفهم شخصيا، أنا ابن الحي. صاروا ينهبوا ويعفشوا البيوت وعلى مرأى منكم، ومباركة. وقيل رقم هذاك الأيام ما بتذكر، 50 مليون، 100 مليون دولار، ما بعرف شو، إنه بعتوهم إياها. حتى حتى لابن الشيخ مصود اللي عم يسمعني بيعرف، اجت جبهة النصرة، وين كان مقرها؟ أول شيء كان مقرها بجامع مصعب بن عمير. ابن الشيخ مصود يعرف وين جامع مصعب بن عمير، وبركوا شغلة يومين ثلاثة، وشافوا إنه الشغلة ما هي شغلة لا تحرير ولا بطيخ مبسمر، الشغلة تعفيش وما تعفيش، وتركوكم. يا أخي، قسد عم بتاجر في البي كي كي، عم بيتاجر فيكم، وهلا باسم ثاني، مسمى ثاني هو قسد، عم بيتاجروا فيكم. وهلا رجعوا باعوكم، يعني باعوكم بهديك الايام، وهلا رجعوا باعوكم. ليش هلا عم يقاوموا الدوله؟ ايش السبب هلا؟ لان هلا اختلفت يعني اختلفت الاهداف واختلفت الامور كلها. بهديك الايام باعوكم، وهلا هديك الايام باعوكم تحت مسمى ثاني، اخذوا عمله، وهلا باعوكم لغير شيء. والنظام كان وين؟ برجع اقول لك اياها، عن جامع الحسن. ابن الشيخ مقصود بيعرف كلامي، اطلعوا قول هذا الكلام مو صحيح.